اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ومرحبا بكم كامل في قناة نسيم الروح للطبخ والحلويات، وإن شاء الله يلاقيكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. وكما راكم تشوفوا اليوم بإذن الله راح نديروا مع بعض وصفة تونسية. الوصفة هذه اللي هي الفريكاسي التونسي، بزاف سهلة وبنينة واقتصادية وناجحة. اللي حابة تعرف طريقة التحضير نقول لها تبعي معايا الفيديو للأخير وفرجة ممتعة للجميع. ويلا نبداو على بركة الله بالمقادير. لهنا عندي 500 غرام فرينة، كاس حليب دافي، بيضة بحرارة المطبخ، مغرف كبيرة سكر، ومغرف كبيرة خميرة الخبز، ومغرف صغيرة ملح، وثلاث مغارف كبار زيت. ودرك نروحوا لطريقه التحضير. لهنا بالنسبه للحليب، اذا ما عندكش الحليب بزاف تقدري ديري نص الكميه حليب ونص الكميه يكون ماء دافي، يعني في زوج يكونوا دافيين. ندير مغرف كبيره تاع الخميره والمغرف كبيره تاع السكر، نخلط المكونات مع بعضهم. لهنا الحليب ولا الماء اللي درتيه لازم ما يكونش سخون بزاف هكذا باش ما يقتليش المفعول تاع الخميره. نخلط كما راكم تشوفوا مليح، ومن بعد نخليهم 10 دقائق. كما شفتوا بعد ما فاتت 10 دقائق رايحه نزيد البيضاء ونزيد 3 مغارف نتاع الزيت، ونبقى في الخلط المستمر حتى يندمجوا كامل المكونات مع بعضهم. ودرك ندير الفرينه والملح، نبقى نخلط حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. انا لهنا الكاس تاع الحليب هذاك دار لي رطل تاع فرينه، وانتم اكيد حبيتوا تنقصوا الكميه ولا حبيتوا تضاعفوا الكميه. نبقى نخلط حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه ومتماسكه. وبعد ما لميت العجين تاعنا بالفرينه نعجنها مليح حتى تولي ملسه، يعني تبغي تعجنيها بالعجانه ولا تعجنيها بيدك. هذا هو القوام تاع العجين اللي تحصلت عليه. لهنا نرجعها في الاناء ندهنه بالزيت، ونزيد ندهن العجين تاعنا من الفوق بالزيت، نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف حجم العجين. والعجين تاعنا لهنا راهو اختمر وضاعف الحجم نتاعو. نديغازيه ونقسم العجينه نتاعنا على زوج. كما راكم تشوفوا لازم نخرج له كامل الهواء اللي فيه. ودرك العجينه نتاعنا رايحه نقسمها على زوج، كل مرسو نحلو وحده، ما نقدرش نحل العجينه كامل على ضربه واحده. لهنا كما راكم تشوفوا الكوريه هذه الاولى رايحه نغلفها بالبابي فيلم باش ما يدخلهاش الهواء وتشيح. نغطيها ونخليها بجهه ونفتح الكوريه الثانيه. وكما راكم تشوفوا لهنا رشيت طاولة العمل تاعنا بالفرينة ونفتح العجينة نتاعنا. ما نفتحوهاش بزاف باش الفريكاسي تاعنا ما يجيناش رقيق، وما نخليوهاش خشينه باش ما تجيناش معجنه. نفتحوها حوالي نص سنتيم. وكما راكم تشوفوا لهنا هذا هو السمك تاع العجينه نتاعنا اللي خليناه. لهنا جبت البول هذا، انا نحب الفريكاسي تاعي يجي شويه كبير، جبت البول هذا باش نقطع به. وانتم على حسب الحجم اللي بغيتوا الدويره تاعكم تجيكم كبيره ولا صغيره. رايحه نقطعهم بالشكل هذا ونستعين بالموس هكذا، لانه البول نتاعي الحواف نتاعو مش حادين، ما قطعليش العجينه.
هذه هي الدائرة اللي تحصلت عليها. نحاول نكسلها هكذا باش نتحصل على الشكل البيضاوي، واذا حبيتوها تبقى مدورة خليو الشكل نتاعك مدور. كما راكم تشوفوا نروح بشويه نقطع الدائره نتاعي بالموس ونهزها ونشكلها شكل بيضاوي. نكمل كامل العجينه نتاعي بنفس الطريقه، والعجينه هذيك اللي بقات لي نعاود نلمها ونديرها في البابي فيلم ونخليها تريح حوالي 5 دقائق ونعاود نرجع نحلها. لهنا بعد ما شكلت الفريكاسي نتاعي نحطه في السربيطه ونغطيه ونخليه يزيد يخمر للمره الثانيه 40 دقيقه. بعد ما فاتت 40 دقيقه نجيب الزيت نخليه يسخن مليح على نار متوسطه، ما نخليش النار تاعنا قويه وما نخليهاش قليله باش ما يشربناش الزيت. نحط الحبات نتاع الفريكاسي تاعي ونخليهم حتى يطلعوا ونقلبهم. ولهنا بعد ما قلبتهم هذا هو اللون اللي نتحصل عليه، ونحاول نطيبهم كامل من الجوانب. لهنا بعد ما طابوا رايحه نفتحوه ونعمروه لداخل بالحشوه. كما راكم تشوفوا نحاولوا نفتحوا الحبه تاع الفريكاسي تاعنا وشوفوها كيفاه جاتنا من داخل فارغه ما جاتناش معجنه. حبيتوا تفتحوا الحبات نتاع الفريكاسي نتاعكم كامل ومن بعد تحشوهم على ضربه واحده، ولا حبيتوا تفتحوا وتعمروا بالوحده. كما راكم تشوفوا فيهم جاونا مش معجنين وطايبين من داخل. وبالنسبه للبنات للحشوه كل وحده كيما حبت تحشيهم. انا لهنا جبت هذا الهريسه حليتها في شويه زيت، حبيتوا تحلوها في شويه ماء ولا زيت زيتون. حليت الهريسه دهنت شويه، اللي يحب الحرور اكيد يدير الحرور، اللي ما يحبش ها وما يديرش الهريسه. لهنا جبت بطاطا قصيتها مكعبات شرشمتها في الماء والملح، وبعد ما طابت البطاطا خليتها تكتر مليح ودرتها صوتي في شويه زبده وفلفل كحل نعمر بهم الفريكاسي. ولهنا جبت كميه قليله من الطون نزيد نعاود نحشي بهم الحبات نتاعنا. ولهنا البيض المشرشم حبيتي تقطعيه كيما هكا ولا حبيتيه ترحيه، شويه معدنوس. واخر شيء نحطوا الحبه تاع الزيتون، من الاحسن الحبه تاع الزيتون نحطوها هي ملفو كيما هكا من برا باش اللي ياكلها يشوفها. واذا درتي الزيتون الاخضر اللي ما فيش العلف تقدري تقصيه وديريه من داخل ولا تزيني به من برا. لو كان درتي هذا الكحل تخافي لو كان ديريه من داخل وما يشوفوهش يكسر لهم سنيهم. نكمل نعمر كامل الحشوه. لهنا بالنسبه للحشوه اكيد تاني راح تكون اختياري، تقدري تزيدي فيها المايونيز والفرماج والمايس، المهم اي حشوه عندك تقدري تديريها. نكمل نعمر كامل الحبات الفريكاسي ونرجع لكم من بعد في صحن التقديم. كيما راكم تشوفوا لهنا في صحن التقديم تاعنا الفريكاسي تاعنا راه واجد جانا هايل ما شاء الله. جانا من داخل فارغ ما جاناش معجن، واهم شيء كي نقليوه ما يشربناش الزيت. وانا نقول لكم البنات جربوا الوصفه هذه وانا متاكده رايحه تنجح معكم. وصفه كما قلت لكم في بدايه الفيديو سهله وناجحه واقتصاديه وبنينه. كما راكم تشوفوا فيهم الفريكاسي نتاعنا طابوا كامل حمر وحشيناهم الحشو اكيد راح يكون اقتصادي. وفي الاخير وصلت لنهايه الفيديو. ان شاء الله الوصفه هذه تنال اعجابكم وتجربوها، وكل وحده جربتها تخلي لي رايها في تعليق.
في نهاية الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، تهلاو في رواحكم، وإلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.